عليكم. معي من أوستند في بلجيكا الكاتب المتخصص في الشؤون التركية الكردية الأستاذ هوشنك أوسي. أهلا وسهلا بك أستاذ هوشنك. أهلا وسهلا. لماذا يحدث هذا التنازل الرمزي عن سلاح حزب العمال الكردستاني في منطقة السليمانية في العراق؟ بالفعل هو تنازل لأنه مطلب أساسي تركي من زعيم حزب العمال الكردستاني، لكن الحزب قرر أن يكون هذا المشهد الرمزي بعيدا عن الحدود الكردية العراقية، حدود إقليم كردستان العراق المتاخمة لكردستان تركيا أو لحدود تركيا، يعني مع وليس مع، يعني بهذه المنطقة، على أنه حزب العمال الكردستاني استجاب لتركيا على لسان زعيم الحزب عبد الله أوجلان، لأنه عبد الله أوجلان طيلة فترة سجنه واعتقاله التي يعني استمرت 25 سنة هو الآن أردوغاني الهوى وتركي الميل، وهذا على ألسنة الكثير من يعني الصحفيين والكتاب والمقربين من عبد الله أوجلان أنفسهم يعني. وبالتالي هذه الخطوة الرمزية تعكس بالفعل نية حزب العمال الكردستاني إلقاء السلاح وطي صفحة الحرب نهائيا، لكن ليس بشكل مجاني وكما يوده عبد الله أوجلان. إذا راجعت خطاب عبد الله أوجلان بالتفصيل ودققت فيه سترى وكأنه يتحدث إلى الكرد وإلى حزبه بوصفه مسؤولا تركيا وليس زعيما كرديا في يوم من الأيام كان يطالب بالحقوق الكردية ويتزعم حركة تحرر وطني كردي. مع الأسف الشديد الآن إذا تابعت أجريت مسحا في الإعلام التركي لا يوجد هنالك حديث عن نية لإصلاحات دستورية تتعلق بالقضية الكردية، لا يوجد هنالك حديث عن الكرد، عن يعني ال الأجواء السياسية المصاحبة المرافقة لهكذا خطوة ينبغي أن تكون منعكسة في الإعلام التركي. الإعلام التركي يعتبر ذلك نصرا تاريخيا لتركيا، نعم. ويعتبر الموضوع نهاية للإرهاب. يعني لا يوجد هنالك حديث عن الكرد كشعب، الكرد كقضية، الكرد كحقوق، ولكن مع الأسف الشديد أوجلان منسجم مع هذا التوجه التركي. طيب، كان الخطاب التركي الرسمي كما تفضلت يستخدم كلمة الإرهاب في الحديث عن أعمال حزب العمال الكردستاني. كيف سيتم التعامل عمليا مع من كانوا يوصفون بالإرهابيين؟ هل توجد تصنيفات مثلا في الجرائم أم نحن ماضون نحو سياسة عفو؟ في تقديري حتى الآن الإعلام التركي يتعامل مع عبد الله أوجلان بوصفه رئيس المنظمة الإرهابية، ويتعامل مع حزب العمال الكردستاني رغم أنه الحزب حل نفسه أيضا في مؤتمره الأخير المنعقد ما بين 5 إلى 7 مايو الماضي. ما زال الإعلام التركي، ما زال الخطاب الرسمي في كل المؤسسات التركية التشريعية في البرلمان يتعامل مع حزب العمال الكردستاني بوصفه منظمة إرهابية، ويتعامل مع عبد الله أوجلان الذي يقدم تنازلات تلو التنازلات للدولة التركية بوصفه زعيما للمنظمة الإرهابية. حتى الآن لا يوجد هنالك إصلاحات قانونية، يعني حتى ولو لم تكن هنالك إصلاحات قانونية هنالك شيء يتعلق بالشأن العام، بالمزاج العام، بالتأثير على المجتمع، يخلق جوا إيجابيا، انطباعا إيجابيا من الكرد، من القضية الكردية، إعادة نظر في الخطاب الرسمي، في الخطاب الإعلامي. للأسف هذا ما لا نجده حتى هذه اللحظة.
من تركيا، بينما يعني حزب العمال الكردستاني أيضا يعني في حي صبيس كما يقال لا يمكن أن يعارض زعيمه التاريخي بشكل مباشر ويتصادم مع الزعيم ولا يلبي نداءاته، لكن لا يمكن أن ينسجم 100% أيضا مع هذه النداءات التي نعم. تخدم تركيا حتى هذه اللحظة ولم تخدم القضية الكردية في شيء. إذن الزعيم التاريخي للحزب عبد الله أوجلان الذي دعا إلى إيقاف العمل المسلح، ما دوره الآن ومستقبلا؟ هو مع الأسف الشديد يحاول فرض هذا النموذج من الحل على حزبه وحتى على قوات قسد، على قوات سوريا الديمقراطية، وعلى يعني قوات قسد في سوريا، قوات سوريا الديمقراطية في سوريا حملت السلاح ضد تنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم داعش لم ينتهي بعد، وقسد أصبحت جزءا من التحالف الدولي، بينما حزب العمال الكردستاني حمل السلاح ضد تركيا لأنه كان الطريق السياسي أمام حل القضية الكردية في تركيا مسدود. يعني السببان المبرران مختلفان، لكن أوجلان يحاول أن يفرض نفس نموذج الحل في تركيا على الكرد في سوريا أيضا، ولو كان بيده لفرض هذا الأمر على كرد العراق أيضا. يعني المشكل إن المعضل الرئيس في الموضوع أنه أوجلان معروف في الإعلام العالمي وفي الإعلام العربي بوصفه زعيما كرديا، لكن بعد اعتقاله تحول، وهو يعني فور لحظة اعتقاله إذا كنت تذكر وهو في الطائرة يعني صحيح. ينقل من كينيا إلى نيروبي، أفصح وقال أريد خدمة تركيا وأنا أمي تركية وأنا أريد أن أخدم المصالح التركية، وكل تصريحات التي من هذا القبيل. مجمل تجربة أوجلان خلال 25 سنة الأخيرة من يعني عمر حزب العمال الكردستاني الذي يمتد زهاء قرن، النصف الأخير من عمر هذه التجربة هو بالفعل التطبيقات العملية التي يحاول فيها أوجلان أن يؤكد لتركيا بأنه مواطن تركي وفي، وبإمكانه أن يجعل الكرد في خدمة تركيا، ليس كرد تركيا فقط، نعم. إنما كرد سوريا أو كرد العراق وحتى كرد الأرجنتين إن وصلت أيديه، يعني مثلا يعني من قبيل الدعابة أقول يعني. فأوجلان الآن في هذه الحالة، حالة محاولة إرضاء تركيا، لكن هل حزب العمال الكردستاني سيقبل نعم. بهذا النموذج؟ في تقديري لا. ما في دمت تقديري ومراسلكم يعني أتقاطع وأميل إلى وجهة نظره أن هنالك حذر، هنالك سعي، هنالك إلقاء خطوات، لكن بتوجس وحذر وقلق وترقب وانتظار من الدولة التركية أن تلقي بعض الخطوات. حتى الآن لا يوجد نعم. أي خطوات رسمية على الصعيد الرسمي من الجانب التركي في هذا الموضوع. نعم. إذن لهذا التطور الأخير صدى في سوريا حتما هناك الولايات المتحدة تحالفت بالأمس القريب مع مقاتلين أكراد ضد تنظيم داعش. سوريا عرفت تحولات جذرية في الأشهر الأخيرة، فما مستقبل الأكراد هناك؟ ما مصير قوات سوريا الديمقراطية؟ قوات سوريا الديمقراطية يعني من الاسم واضح، يعني ريثما تتحقق سوريا ديمقراطية، هي مجموعات مسلحة منضبطة مدعومة من التحالف الدولي، من فرنسا، من أمريكا، وليس فقط من الجانب الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي عندما زاره أحمد الشرع قالها أمام الرأي العام الفرنسي والعالمي والسوري أنه ينبغي على سوريا أن تتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، لكن هذه القوات الآن يعني تتعرض لضغوط، منها ضغوط تركيا ومنها ضغوط المسؤول الأمريكي توم باراك، الذي يبدو لي أنه بعد زيارة
ترامب إلى الخليج وضخ الأموال الخليجية إلى الخزينة الأمريكية، صار أكثر انفتاحا على جبهة النصرة وعلى أحمد الشرع وعلى النظام الحالي الحاكم في سوريا، ويمارسون ضغوطا على قوات سوريا الديمقراطية لكي تتنازل، لكي تستسلم، لا تحرق أسلحتها كما فعل مقاتلي حزب العمال الكردستاني، إنما تندمج ضمن الجيش الغير المعروف العقيدة، غير المعروف الملامح، لكن معروف من قبل القاصي والداني من يحكم بسوريا. هو ائتلاف يجمع السلفية الجهادية والإخوان المسلمين، لكن يبدو لي أن العالم الآن والمصالح الأمريكية تتقاطع يعني أو تمر بهذا الكوريدور. قوات سوريا الديمقراطية لديها موقف. المفاوضات الأخيرة التي جرت يوم أمس كانت واضحة يعني الحكومة السورية ومن يقف خلفها أن هنالك أجندة، هنالك أهداف، هنالك مطالب سياسية واضحة، منها ما يتعلق بشمال شرق سوريا، منها ما يتعلق بالمكون الكردي، ومنها ما يتعلق بسوريا بشكل عام. حاصلها التحول الديمقراطي الحقيقي في سوريا، وليس استبدال نظام استبدادي كنظام الأسد بنظام استبدادي عقائدي طائفي ديني كنظام أحمد الشرع. أستاذ هوشنك أوسي، كنت معنا من أوستند في بلجيكا، شكرا لك على هذه الوقفة ولك التحليلية. أيضا. شكرا.